إن القضية التي نزف الشهيدان دمهما وروحهما من أجلها ما تزال واقفة تستحث اليمنيين في كل مكان وتستنصر نخوتهم لتلبية النداء الذي وجهه لحظة الرحيل، وهي قضية كل الشعب بكل فئاته والأطياف والمناطق والمشارب. قاتلوا الإمامة في كل مكان، فاضربوا الرقاب وشدوا الوثاق وطهروا الأرض والعرض والدم. مستعدين نواصل ونقضي ما تبقى لنا من عمر في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والانتصار للزعيم الشهيد علي عبد الله صالح والشهيد عارف عوض الزوكا. الشرفاء دمهم لا يقدر بثمن. لقد خسر اليمن والأمة باستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح قائدا وطنيا وعربيا بارزا، استطاع بحكمته وعنكته السياسية أن يطفي نيران الصراعات ويلم شمل اليمنيين تحت سقف الجمهورية اليمنية والديمقراطية ودولة النظام والقانون. نقف اليوم بإجلال أمام مباني نهضة اليمن القائد الوطني الذي استطاع برغم شحة الإمكانات والتركة الثقيلة التي خلفها الأئمة والاستعمار أن يحقق نهضة تنموية وخدمية كبيرة. تمت مشاركتنا تحت قيادته في معارك الحرية والكرامة في الساحل الغربي ضد الميليشيات، وسنواصل النضال معه وتحت رايته حتى تحقيق النصر وتنفيذ وصايا الزعيم الخالد. إن المرأة اليمنية لم تكن أقل شأنا من أخيها الرجل في ثورة 2 ديسمبر. ادفعت بأبنائها وفلدت أكبادها للقتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية